حكام العرب بتلاحظوا أي حاكم عربي ولا رئيس ولا زعيم عربي يمشي بالموكب السيارات والمرافقين، وعندما يفعلوا معه مقابلة ولا ألقاه يطرح رجل فوق رجل ونافخ صدره. وأمام أمريكا مثل السنطل، أمام إسرائيل أصغر جندي في إسرائيل يحبسه انفرادي. هذه حقيقة حكام العرب. هؤلاء اليهود الذي ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، من شاهد اليوم حكام العرب أذل من ضربت عليهم الذلة والمسكنة. بتلاحظوا أن إسرائيل كلمتها هي المسموعة، إسرائيل كلمتها هي العليا، وكلمة العرب هي السفلى. ليش؟ هل إسرائيل أصبحت عزيزة؟ لا، ما زالت الذلة مضروبة على بني إسرائيل، ولكن الحقيقة حكام العرب أصبحوا أذل من ضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال الله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. حكام العرب عكسوا هذه الآية وبيربوا شعوبهم على عكس هذه الآية: أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. هذه تربية حكام العرب لشعوبهم. تلاحظوا أي مواطن في أي دولة يتكلم على إسرائيل يصلبوا، يحبسوا، يقتلوا، ولكن عندما يتكلم على الشيعة يزيد يدعموا، يسب السنة يزيد يدعموا، يتكلم على الطائفة الفلانية على الحزب الفلاني يسب أبوه يسب أمه، ما حد يحاكي. أعزة على المؤمنين يزيد يدعموهم، أذلة على الكافرين. تتكلم على أمريكا، على إسرائيل، على مخطط هؤلاء الصهاينة على طول الانفرادي. فهذه سياسة حكام العرب، نفس ما أصبحوا ذليلين أمام إسرائيل يشتوا يخلوا شعوبهم ذليلين أمام إسرائيل. أما بالنسبة لليمن أذلة على المؤمنين إن شاء الله، أعزة على الكافرين، على أمريكا وإسرائيل. والله يا أمريكا ويا إسرائيل ويا بريطانيا ويا دول الكفر والشواذ والمثليين، والله إن إحنا أعدينا لكم إعداد مخيف. على ما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم. والله إن إحنا أعدينا لكم ما استطعنا وأكثر مما استطعنا، وإن إحنا أعددنا لكم إعداد مرعب، إعداد مخيف، إعداد يشفي صدور قوم مؤمنين، إعداد على المستوى الفردي، على المستوى الشخصي. وتشاهدوا هذا الإعداد قريب بإذن الله يا أمريكا ويا إسرائيل ويا بريطانيا. تشاهدوا هذا الإعداد الذي أمرنا الله أن احنا نعده. ترهبون به عدو الله، والله أن احنا أعدينا إعداد يرهبكم يفجعكم يا بني صهيون.